اش ناوي دير ثاني الغزواني؟ غادي نطعن. انت فين من غطعن في راسك؟ غادي ندعي وغادي نستانف فهمتي، وغادي نطعن وغادي ندير 12 ديال الشاهد وغادي ندفع الدعوه للنقد والابرام فهمتيني، ونفيق معزه من القبر ونعاود القصبه من الاول، وغادي ندعي الاختطام وده وغادي ندعي ثالثه وغادي ندعي راسي. وكنا كنضحكوا بها وصدق عمي القجع حققها لينا. تبنى مع فوزي القجع تمنى وتسنى. صافي الا قال لك الهضره كاينه ما كايناش عاط ويصبطك وحيد عليا من كنا كنضحكوا بها. قال لك خليكم عاد تضحكوا بها. ها هي قولا وفعلا. هادشي عاد عيه وخليني نجي نضربوه في المحاكم. الله ما كاين عطعن. عمي القجع بقى يطعن طعن المصريين والجزائريين وكاع الحاقدين طعنهم، هو راسو طعن فيه. ما كاينش هذاك اللعب هنايا ولا طعن ليا بنادم. وباش كيعجبني انا يا عمي القجع الطعين ديالو كيف قص المراره. شي عنده واحد الطعين ولا مشى طعن لك. عيط الشاليني يا بابا سير انا راضي عليك عمي القجع. فين ما يبان لك شي محساد وشي حاقد طعن باباه. انت عطعن ليا بنادم وحنا معاك. طعن ليا الله ما كاين طعن ليا في البشر. واحد الليبيه ماشي بيبيه، لا ماشي بيبيه، ليبيه من ليبيا. واحد البنت عرفتي واحد الكلاشطات الكراغيله ولا الله يعطيها الصحه ما عرفتها منين خرجت لهم. احنا قلنا لا يبيع عليهم الساعه عطاتهم جدار الودن. الله يرضي عليك اخويا الله يرضي عليك. مبروك للمنتخب المغربي رجع كاس افريقيا. وبمناسبة هذه الفرحة الجميلة حبيت نقول للجزائريين للشخاخين في الملاعب المغرب يقدر يرجع كاس افريقيا. انت جمجمة بوك قرنوا غزال وما قدرتيش ترجعها من فرنسا، يعني حتى منظرك خيرة. يا ناري شنو قالت له الله مرضى. واش لي هاد ولاد ليبيا صافي لطيف قالت له المغرب هو في شهرين جاب الكاس ديالو. قرنوا غزاله. هاي تا هما كيعرفوا قرنوا غزاله. قالت له قرنوا غزاله وتشحط عليا جما والجماجيم ديال جدودك راهم مشبوح الجما في المتحف كيخلصوا عليهم ما عرف شحال وقال شي 6 اورو ولا ما عرف شحال باش يدخلوا يشوفوا الجماجيم ديال الجزائر، حيت جماجيم نادره. فرنسا عاقش بهم انهم عندهم 4 عقل جماجيم نادره. كاين شي جمجمه فيها 4 عقل عاقوا بهم اصاحبي هزوهم وداو للمتحف. يا من ليبيا وعاقش بهم. قالت لهم كونوا رجال بحال فوزي القجع في شهرين جاب الكاس ديالو. نتوما بوكم هذا الريوز ديال جدودكم معلمينهم 216 218 العجب هذا. راه المثل كيقول لك دير بحال جارك ولا بدل باب دارك. يوسف جارك جاب الحق ديالو في شهرين تقرنوا غزاله ما قدرش يجيب حقك. يا لطيف وعاد خرجوا قانون في البرلمان قال لك صافي ما بقينا باغون لا يعتذروا منا، ما بقينا باغون لا تجريم الاستعمار لا داك يوريونا فين هو النووي. قال لك والو خالي صافي دوزوها في البرلمان. شحال هما يبكيو على فرنسا وفي الاخر ودي هما الناس ديال ليبيا عاقوا بهم. الله يعطيك الصحه خويا. حنا قلنا لك يبيع عليهم الساعه الضرب عندك تجي الضرب عندك ما كاين هو ضربيع. وتحيه لخوتنا الفلسطينيين اللي تا هما فرحانين معنا. مرحبا بكم اخوتي. من فلسطين ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. والكاس الافريقي الامين كاس افريقيا الامين مبروك علينا هذه البدايه مازال مبروك علينا هذه البدايه مازال في العرض في الطول المغرب على طول في العرض في الطول المغرب على طول كمان مرة الكاس امين الكاس امين المغرب سير تحية لجميع الإخوان ديالنا اللي فرحانين لينا واللي هنؤونا، ولا عزاء للحاقدين المنبطحين. عجبك الحال مرحبا، ما عجبكش الحال نعس بكري باش تفيق بكري. خبار في راسك. المغاربة كيتسائلوا دابا هذوك الجوائز اللي فرقها الاتحاد السنغالي على اللاعبين والاراضي وكذا كيف واش غنديروا بهم دابا؟ تا هما ترجعوهم ولا الله على الملاعق الله. مشى اخويا يفرقوا كلشي يرجعوا لمواليه. دوك الاراضي اللي فرقوا عليهم وكذا مزروبن بداو يفرقوا في الاراضي بيعناها جمله. هذا لقى ولا اني كيفاش كنتخيلهم فاش يتجمعوا تيبقاو يدويو هما لا مسرقين لا اي واحد هكا تنتخيلهم. وتاقول لك يا شكون ربط الكلاب وسابكم هنا مسيبين تتنبحوا كي الكلايب كي الشامبوليس تتنين امال بو قد كاز تقول زعما بقاو فيا والله العظيم. راه داك الكاس اخوار ولا اني راه شي تبرهيش فيهم وشي حيرمان عرفتي يبينوا الحقد ديالهم. فاش خرج
نشوفوا الكاس ومن بعد يا شباب الكاس راه غنديو واش غادير وانت غتمشي قالك للطاس بغاو يطعنوها تمشي للطاس يعطيو فوق الراس. شوف لك هذا تبقى بغا يفقسنا زعما انا مصقور مع الكاس سيدي الفراعي بوعجاجه راه داك الكاس خويا راه ورقديه. J'ai offert à chaque lion ici présent 75 millions et 1500 mètres carrés sur la petite côte. Aux membres de la fédération, 1000 mètres carrés et 50 millions. Aux autres membres de la délégation, 500 mètres carrés et 20 millions toujours sur la petite côte. Au ministère des Sports, 305 millions. هذا الرئيس ديال السنغال كان تيفرق عليهم في الاراضي وفي الفلوس 75 مليون كل لاعب فاش داو الكاس تيصفقوا تما فرحانين وعلى الله يكون فيغمون انستونطاني يكون وصلهم الفلوس تم سينو راه ما بقى فلوس. 1500 متر مربع سوغ لا بتيت كوت يا ودي الكوت تا حط الكاس اش من كوت حط او ممبر دو لا فيديراسيون 1000 متر كاري اي 50 مليون. السينيغال صدق لا كاس وزوتر ممبر دو لا ديليغاسيون 500 متر كاري اي 20 مليون وي شو تما فرحانين شدوا الاراضي كيما ديري دابا. ومينيستر دي سبور 305 مليون لي بريم والله كوط هكا الكاس ديال لافوط ديال الفوطه وكلشي كيفوت الا لافوط درتو لافوط وجاي نفاطيكم عيتو ما تزعروا عيتو ما تشعودوا وجنا ليل 27 قادينا لكم الدقه سيدي بالدعاء. ولاني هذا بالضبط تاخذ دور شوف وجه شي ديك السكات راك عارف في ديريها دابا يا ودي اللي بغى يسكن في لاكوط راسك كوكوط الله يسمح لينا زرق سكاته وتسرح له خطر حيد عليا. والصراحه السنغال ما خصهاش تضيع في الكاس وتضيع في هاد الاراضي وفي هاد الاموال هادي لا خصهم يرجعوا لهم الاراضي ديالهم والاموال ديالهم. سوقكم هذاك صيفطوا لنا على الكاس والله يحمي شيطانكم بيناتكم اخويا يرجعوا لكم الاراضي ولا كاع لا يرجعوها لكم ما علينا. فرحه للمغاربه الجزائريين قال لك حنا غنوقفوا مع السنغال اللي بغاو يديروا شي قرار غنوقفوا معاهم فيه والله العظيم لا احسن خبر. صافي حيت الطريق هاد المساخير كحله زحله شي مادام وقفوا معاهم للقضيه مربوحه عندنا ان شاء الله. زعما وياك الجزائر ياك حنا بقى فينا الحال عاسيروا معاهم الله ينفعهم ببركتكم الله ينفعهم ببركتكم. كيف تنتظر أن تكون قرارات محكمة التحكيم الرياضي الدولية ما هو المصير ربما الذي تتوقع أن يعرفه موتسيبي وأذنبه على مستوى الاتحاد الإفريقي؟ واش نتوقع واش راني حايب لي دو تير تاع الاتحاديات الافريقيه في كره القدم ثلثين نزع الثقه من موتسيبي ومن كل المغاربه اللي موجودين داخل الهيئه تاع الكاف. هذا الجمعيه الاستثنائيه باسكو هما اللي مديرين كاع المشاكل. هاد الناس اللي موجودين تماك اللي حاكمين اللجن تقريبا معظمهم مغاربه هم اللي دايرين المشاكل. اما في قضيه يعني الكاس انا بالنسبه لي لما يمشيوا للطاس الامور كيما راهي السنغال فازت في ارضيه الميدان والسلام عليكم خلاص ما كان حتى مشكل. الكرويه السنغالي يرشحون الى انسحاب المنتخب السنغالي وجميع الانديه السنغاليه من المنافسات الافريقيه. هل تتفق مع هذا التصعيد ان وجد؟ لا التصعيد هذا ما لازمش يكون الا من السنغاليه. حضرنا امام كونفدراليه خارج القانون سيدي اور لا لوا. هذه الناس هذوما اجرام في حق كره القدم اجرام في حق اخلاقيات كره القدم. يعني انا حتى نشك صراحه نقول انا باش بور ديتورني لوبينيون بيبليك انترناسيونال لافريك ولو موند عرب بارابور سكي سباس في اليوم في بلدان الخليج. حتى في ربما لعبه ربما يلعبوا لان مستحيل وضع مثل هذا من جانب الاخلاق ولا من جانب المنطق نوصلوا لوضع مثل هذا. والسنغال انا ما السنغال ما خليهاش تمشي وحدها. انا هذا انا نقول حسب رايي انا لازم الشرفاء اللي في الافريق ما يخدموش مع هذا لاكاف كي تاريتي السي ار بي كي تاريتي لوسما كي تاريتي هذا لا كومبيتيسيون لان صبحت اليوم ما عندها حتى مصداقيه وما عندها حتى ثقه. يعني مستوى مثل هذا رابطه ممكن في اي بلد في افريقيا صغيره ما تقدرش تاخذ قرار مثل هذا. عيب لا بالقوانين كما قلت ولا بالاخلاق ولا بالمنطق ولا باي شيء. نظن السنغال راهم ناس ملاح. نظن انا صراحه نشوف انه الطاس راح يرجع. اللي يتكلم عليها واحد في هذا التفصيل نروحوا لها بحبه يعني البرنامج صراحه عيب كبير بخصوص الطاس. اوغست الجزائريين
برافو عليكم، راكم عاجبنا، الله يخليكم لينا، نواحكم طرب لنا، كملوا ما فيها والو، استمروا في البكاء والشكاء، راه عاجبنا الحال، استمروا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كيف العاده ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات.